ورغم كل الكلام اللي بيتقال، انما دائما النادي الاهلي هو يقول في الازمات، دائما النادي الاهلي جماهيره تزحف وراه وهو عنده ازمات ما بتنصرفش عنه. واصبح لازم اقول كمان الزمالك فاق والاهلي بطل الدوري والاهلي وصل الى دور الثمانيه. اعزائي مشاهدي دريم، شكرا لكم، وكان معكم معلق الرياضي. بيقولوا لي استمر، حاضر هستمر. صوت الملعب راح مني، وفي اغنيه من اغاني الانتصارات، واعتقد ادي متعب اوعى يجيلك متعب الغزال. ادي الكلام اللي يطلع على الشاشه، مش كلام تاني كنا بنقراه والمخرجين بيطلعوه. انما لازم اشيد بمخرج هذا اللقاء والمصورين بتوع هذا اللقاء في الملعب، اتحفونا بمباراه كويسه جدا. مخرج هذا اللقاء عظيم، والمصورين معاه عظام، واحمد ناجي بيطبطب كده على احمد عادل عبد المنعم، انما سمير عبود شال بلاوي. والنهارده النادي الاهلي له ان يسعد، ولا جماهير النادي الاهلي ان ترقص، ولمحطه النادي الاهلي انها تعمل كل سهراتها. وثلاث اهداف جمال عماد متعب ومحمد فضل والنجم شهاب الساطع. وادي يعني يعني الجماهير اللي لسه بتاخد نفسها. تعرفوا اينو كان بيقول لي ايه زمايله؟ اينو العائد من الاصابه بيقول لهم ده بيشوط زيي، انا خايف عليك يضيعك يا اينو، لانه لعيب جامد قوي وشويت زيك يا اينو. ولقى النادي الاهلي اتنين في نص الملعب بيشوطوا جامد جدا. عموما انا الصراحه تعبت، وهو بيقولوا لي استمر، انما ما اقدرش استمر اكتر من كده، لان انا سعيد جدا وقلت كل اللي عندي، ولو قلت اي حاجه بعد كده هتبقى مش هي.